السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. سامحوني لو ظهرت بالشكل اللي انت شايفه ده، انا بس عشان تعبان واخد مسكن عشان اقدر ان انا اصور الحلقه دي، لاني في الفتره دي بشتغل شغل تاني بدون دخول في تفاصيل. عندي وقت معين اصور فيه فمضطر اني اصور. خلونا نبدا موضوع حلقتنا النهارده. موضوع حلقتنا النهارده عن ازاي انك انت تطلع صوره. ازاي انا دلوقتي واحد صاحبي بلاقيه فجاه ابتكر صوره او فكر في صوره او قال لك اقف هنا كده عشان ابتدي ان انا اصور صوره معينة أو أصورك أو أبتكر صورة وهكذا. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة، إزاي نبتدي نجيب الصورة وإزاي بنعمل. زي ما أنت عارف إن عشان تبتدي تصور أو تخش في مجال التصوير أو التصميم لازم تكون مبدع. فإزاي إن أنا أكون مبدع وإيه هو الإبداع أصلا؟ الإبداع إنك أنت تجيب فكرة خارجة عن المألوف، فكرة محدش ابتكرها قبل كده ولكن لازم تكون مفيدة. هي دي النقطة المهمة. يعني ممكن ان انا اعمل فكره ولكن تكون مضره ليك، فبالتالي ده ما اسموش ابداع، ده اسمه تخريب. فبالتالي لازم ان انا اجيب فكره جديده وتكون مفيده، وهو ده اساس موضوعنا النهارده. وبعد ما فهمنا الابداع في التصوير، فانت لازم تمشي على اساسيات معينه عشان تبتدي تبتكر من خلالها وتخرج بيها عن المألوف. وده اللي شرحناه في الحلقه اللي فاتت، هتلاقي الرابط بتاعه في وصف الفيديو. بعد ما تتفرج على الحلقه بتاعت الاساسيات وعرفنا معنى الابداع، فلازم نبتدي ان احنا نركز ابداعنا ده في مجال معين او نوع معين من انواع التصوير، عشان نبتدي ان احنا نبتكر بقى صور ونركز في حاجه معينه. لو جينا نبص للتصوير فهنلاقي ان ليه انواع كتير. انا هقول لك اهم 5 انواع والاشهر، بحيث انك انت تركز بقى على الاساس بتاعك. اول نوع معانا وهو تصوير البورتري، وهو النوع الاشهر واللي اغلب الناس بتحاول ان هي تتقنه. وهو البورتريه او المقاس 1:1. لو جينا نركز هنلاحظ ان البورتريه من اسهل انواع التصوير، ولكن محتاجين شوية ابداع فيه، لان هو مختلف جدا. كتر ما هو سهل فهو صعب في انك انت تبتكر فيه صورة. وهو نوع بيركز على الجزء اللي فوق من الجسم اكتر، او بيركز على ان التركيز يكون على الشخص اللي انت بتصوره فقط او على العنصر اللي انت بتصوره. بعد كده عندنا حاجة اسمها تصوير المنتجات أو البرودكت فوتوغرافي، والفكرة فيها إنك أنت بتبتدي تصور المنتجات، ولكن الموضوع برضو بيعتمد على إبداعك فيه، إنك أنت تركز أو توصل فكرة الإعلان عن طريق اللقطة اللي أنت بتبتدي تاخدها. طبعا ده مجال كبير محتاجين إن إحنا نشرحه، فأنت تقدر تكتب لي في الكومنتات إيه المجال اللي أنت اخترته بحيث إن أنا أسجل لك حلقة مخصوص عنه. نيجي لتالت نوع معانا وهو تصوير الموضة أو الفاشن. الفكرة فيها انك انت بتركز فيها على نوع معين من الناس، نوع معين بيلبس انواع معينة من اللبس، افكار مختلفة بتبتدي مش اي مصور يصورها. زي المصورين اللي زي كده مصورين دماغهم طاقة اكتر، لان هو بيصور شخص لابس لبس جديد، لبس عمره ما حد لبسه قبل كده، فبالتالي لازم تكون ابداعي اكتر. ونيجي بقى للنوع الرابع وهو برضه من الانواع المهمة واللي بيعتمد على الابداع، وهو التصوير الصحفي. الفكرة فيه ان انا ازاي اصور صورة ابني عليها موضوع كامل في الجورنال اللي انا ببتدي اشتغل فيه. او لو انت عندك منصة بتنقل فيها اخبار وانت المصور بتاع الاخبار دي، لو انت شخص حقيقي مش بتجيب اخبار يعني متفبركة وكده، فبالتالي الموضوع بيعتمد على ابداعك واخذك للقطة بشكل كويس ومن جوانب معينة. ونيجي بقى لاخر نوع معانا وهو التصوير السياحي. فكرة فيها ان انا بروح اماكن معينة محدش راحها قبل كده، وده نوع من انواع المحتوى اللي الناس بتقوم عليها دلوقتي. اسافر اماكن، اصور اماكن مختلفة، زوايا مختلفة، وابدع في الصورة اللي انا باخدها. طبعا انا هنا اي مجال من المجالات اللي انا شرحتها لك فانا بتبع الاساسيات اللي انا شرحتها في الحلقة اللي فاتت. طب انت دلوقتي عرفت المجالات وعرفت الاساسيات، انا دلوقتي هركز على مجال معين. بس الابداع بيعتمد على نقطة مهمة. عشان ابدع في مجال لازم اعمل فيه حاجه اسمها تغذيه بصريه، ان انا بجيب مثلا صور عن البورتريه واقعد اتفرج عليها كتير جدا. مش معنى كده ان انا هقلدها، لا، انا بكون في عقلي الباطن مجموعه من الافكار بحيث ان هو يخلق لي فكره جديده عمرها ما اتخلقت قبل كده، بحيث ان انا اكون مصور مبدع او مصمم مبدع. بعد ما ابتديت ان انا عرفت الاساسيات، عرفت الانواع، وعملت التغذيه البصريه بتاعتي، هبتدي ان انا اروح لأهم نقطة، وهو إن أنا أطبق بإيدي مرة واتنين وتلاتة لحد ما أبتكر صور وحاجات فريدة من نوعها، بحيث إن أنا أكون رقم 1 في المجال اللي أنا بشتغل فيه. وبس كده. أتمنى إنك أنت تكون استفدت،
تنساش تعمل لايك للفيديو ده. انا اخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.